السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول فيديو من فيديوهات تعليم النود جي اس. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إيه هي النود جي اس، وإزاي إن احنا نقدر نستخدمها عشان نرن الجافا سكريبت كود بتاعنا outside أو برا المتصفح. هنعرف برضو هي بتستخدم في إيه، وهنتكلم برضو على إزاي الكود المكتوب للنود جي اس بيشتغل. وهنعرف برضو ازاي نسطب النود جي اس على الجهاز بتاعنا الكلام ده كله. اول حاجه ايه هي النود جي اس؟ النود جي اس هي جافا سكريبت ران تايم انفايرمنت، فهي زي البراوزر برضو هو ران تايم للجافا سكريبت. الران تايم دي بتوفر لك الجافا سكريبت انجن اللي هو البرنامج الفعلي اللي هو بينفذ كود الجافا سكريبت، بالاضافه لمجموعه متنوعه من الاي بي ايز عشان تعمل حاجات مثلا معينة في البراوزر، ان انت مثلا تغير في ال HTML وال CSS وكده، زي مثلا ال DOM API وبقية ال APIs التانية المتاحة ليك في البراوزر. فهي ال environment دي بتوفر لك مجموعة من ال objects وال functions الجاهزة اللي انت تقدر ان انت تستخدمها. برضو ال Node.js نفس الكلام، بتوفر لك objects وبتوفر لك function جاهزة ان هي انت تستخدمها عشان تعمل الحاجات ديت ما تقدرش ان انت تستخدمها او تعملها في البراوزر، زي مثلا ان انت تعمل HTTP سيرفر، ان انت تقرا ملفات من الديسك وتعرف معلومات عن الجهاز الخاص او اللي هو شغال عليه النود جي اس، وتعامل مع الاوبريتنج سيستم والكلام ده كله. فهي بتخلينا ان احنا نقدر ان احنا نشغل الجافا سكريبت كود بتاعنا اوتسايد او برا المتصفح. احنا هنستخدم النود جي اس في الكورس ده عشان نعمل حاجة اسمها ال RESTful APIs. ال RESTful APIs ديت هي مجموعة من السيرفيسز اللي الفرونت اند كود بتاعنا يقدر ان هو يكونسوم او ان هو يستخدمها عشان يجيب بيانات ويبعت بيانات وهكذا. فبشكل عام النود جي اس بتستخدم ليه ان هي تكريت الويب سيرفرز، هنعرف برضو الكلام ده كله، ال RESTful APIs، ال CLI tools وحاجات تانية كتيرة جدا. معلومة مهمة برضو عن النود جي اس ان هي بترانز on a single process. النود جي اس single threaded بس هي asynchronous، وده اللي بيتيح لينا ان احنا نعمل حاجات متعددة جدا even though ان هو في process واحد بس شغال. فعشان كده اي كود هنكتبه بالنود جي اس لازما، او يعني اي كود جافا سكريبت هنكتبه لازم يكون asynchronous او non blocking، لانه لو هو blocking فمش هقدر انفذ اي حاجة تانية الا لما الكود او النقطة اللي انا واقف عنديها القيمة بتاعتي، او مثلا لو بقرا مثلا ملف من الديسك فلازم الملف يتقرا بالكامل، ولازما مش هيكمل الكود الا لما يخلص خالص، فانا ما اقدرش اعمل حاجة أو في الوقت اللي انا بستنى فيه ان الملف يرجع لي وهكذا. فاي كود لازم نكتبه بالنود جي اس لازم يكون او معظم الكود اللي بنكتبه بالجافا سكريبت لو بيشتغل استخدام النود جي اس لازم يكون ان هو asynchronous او non blocking. فهنا هنشوف مثال دلوقتي على الفرق ما بين ال asynchronous وال synchronous كود. في ال synchronous كود او اللي هو ال blocking عندي الكود بيتنفذ بالشكل التالي. اول حاجة هيطبع لي first، بعد كده انا بقرا ملف من الديسك اسمه مثلا my file، تمام، فهو مش هيكمل ولا هينفذ اي حاجة غير لما الفايل او بتاع ده يتقرا بالكامل، بعدين هيطبع لي المحتويات بتاعة الفايل ده، بعدين هيقول لي last. لكن في ال asynchronous انا هنا هيطبع لي first الاول، بعدين هنا هيجي هنا يقرا الملف، بعدين مش هيستنى هيكمل على طول ويطبع لي last. ولما المحتويات او مثلا هو يقرا الملف خلاص وقرا بالكامل والريزلت جات او المحتويات جات او ايا كان، هينادي الجافا سكريبت او الران تايم هتنادي على نود جي اس، يعني ران تايم هتنادي على الفانكشن دي. فدي اسمها كول باك فانكشن، يعني هي فانكشن مش انا اللي بنادي عليها، لا هي الران تايم هي اللي بتنادي على الفانكشن دي لما الاوبريشن ده يخلص والنتيجة او نتيجته ترجع، هو هينادي على الفانكشن دي. فهنا الترتيب بتاع الكود ان هو هيطبع لي first، بعد كده last، بعد كده
لما يخلص اللي هو قراية الفايل والمحتويات ترجع، الجافا سكريبت ران تايم هتمرر لي المحتوى بتاع الفايل ده هنا. انا هنا كاوبشن اهو عندي، لما هي تنادي، لما تيجي تقول الفانكشن دي هتمرر لي الكونتنت ده، فانا اقدر استخدم الكونتنت هنا او هاندل ازاي اتعامل مع البيانات اللي هي راجعه لي ده. فده الفرق ما بين اللي هو السينكرونس كود والايسينكرونس كود. ولازم زي ما قلنا لازم الكود بتاع النود جي اس او الجافا سكريبت كود اللي احنا هنعمل له ران في النود جي اس لازم يكون اسينكرونس، لان النود جي اس سنجل ثريدد. فلو عندنا هي الكود بتاعنا بلوكينج مش هقدر اعمل اي حاجه خالص غير لما الاوبريشن ده يخلص الاول. فهنشوف دلوقتي ازاي ان احنا نقدر ان احنا نسطب النود جي اس ونستخدمها عندنا. اول حاجه هنروح على node.js.org وهتحمل النود جي اس على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك. لو بتستخدم ويندوز هتحمل اللي هو زي .exe او ايا كان .msi او ايا كان الصيغه بتاعت الاكزيكيوتابل او البرنامج. لو انت لينكس او ماك نفس الكلام هنا. بعد كده هنحتاج تكست اديتور عشان نكتب الكود بتاعنا، فنروح مثلا على code.visualstudio.com. انا بستخدم فيجوال ستوديو، انت تقدر تستخدم اي اديتور برضو انت عايزه. وفيجوال ستوديو كود برضو هو هنا بيديتكت الاوبريتنج سيستم، فعشان انا جايب لي الاوبشنز للينكس انا بستخدم لينكس. لو انت ويندوز هيظهر لك هنا الباتنز هنا لان انت تحمل البرنامج للويندوز وهكذا. دلوقتي بقى نكتب برنامج بسيط جدا اللي هو هالو وورلد بالملف جافا سكريبت خالص، ونستخدم النود جي اس عشان نرن الفايل ده. فانا هنا فاتح فولدر عندي هنا في الفيجوال ستوديو كود. تقدر تعمل كده عن طريق ان انت تضغط فايل بعدين تروح على اوبن فولدر، او هنا في اختصار كنترول كي كنترول او. بعد كده هنعمل ملف تقدر تسميه اي حاجه، انا هسميه مثلا app.js وهكتب هنا console.log عادي. طيب ايه الفرق ما بين console.log دي console.log اللي هي يعني المفروض دي اصلا يعني حاجة مش خاصة باللغة الجافا سكريبت نفسها. ده من احد الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي الانفايرمنت بتوفرها لنا، احد الاي بي ايز وكده. طب هي نفس الفكرة هنا برضو، ان انت بتطبع حاجة بس بدل ما تطبع ليه الكونسول اللي هو موجود فيه البراوزر بتطبع ليه التيرمينال. فطبعا انت هنا لازم تكون عندك تيرمينال زي دي كده، اكيد عندك طبعا اللي هي ايه الكوماند لاين. لو انت بتستخدم ويندوز او لينكس او ماك ايا كان الاسم بتاعها، اللي هو تقدر تكتب هنا كوماندز وتضغط انتر والكوماندز دي هتنفذ او تعمل لك حاجة معينة. فاحنا هنستخدم هنا اللي هي الكوماند لاين اللي هو موجود الفيجوال ستوديو كود فيها امبيدد تيرمينال، تقدر ان انت تفتحها عن طريق ان انت تضغط كنترول زائد زائد انا مش هقدر اكتب زائد هنا زائد، وهضغط اللي هو الحرف اللي هو ده او ده اللي هو بيكون تحت اللي هو الاسكيب. تمام. اول ما اكتب ده كنترول والكي ده هتفتح لي التيرمينال ديت في الفولدر اللي انا فتحته هنا في فيجوال ستوديو كود. تمام. بعدين هكتب نوت وهديله اسم الفايل بتاعي، بس طبعا هنا تعال نكمل هنا ونكتب مثلا هالو وورلد مثلا اللي هو اول برنامج يكون في اي لغة برمجة. وبعدين بنمرر له اسم الفايل ده. مش لازم اكتب اسم الفايل بالكامل، ممكن اكتب اب او اي حرفين او كده واضغط تاب وهو يكمل لي الاسم واضغط انتر. فهنا زي ما انتم شايفين قال لي هالو وورلد. فده كان فيديو بسيط جدا اتعرفنا فيه على ايه هي النود جي اس وازاي ان احنا نسطبها والكلام ده كله، وازاي الكود بتاع النود جي اس بتاعنا بيشتغل، والفرق ما بين الاسynchronous والsynchronous والكلام ده كله. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.